السلام عليكم. بعد استقالة رياض بن نور من مهامه كمدير رياضي في الترجي الرياضي مباشرة، خرجت أخبار رسمية على أساس أنه رياض بن نور كان ثم اتصالات بينه وبين الفرجاني ساسي من أجل العودة للترجي الرياضي. علاش الحلقة بديناها بالأخبار هذه؟ لأنه من البارح لليوم في موزايك فام أخبار قاعدة تحكي على أساس انه ثم مفاوضات وصلت بنجاح، خلينا نقولوا، او كللت بالنجاح بين اداره الترجي الرياضي ولاعب دولي في المنتخب. الفرجاني ساسي يعتبر لاعب دولي وليس لاعب دولي سابق، لانه لم يعتزل اللعب دوليا. ممكن نسبه كبيره من جمهور الترجي الرياضي يراو انه المفاوضات هذه بين إدارة الترجي والفرجاني الساسي، لكن اليوم نجيب المجريسي كما نعرف الصحفي المنسوب للنجم الرياضي الساحلي هبط تدوين على صفحته في الفيسبوك ولمح انه ثم لاعب من نجم الرياضي الساحلي سابقا ينشط حاليا في اوروبا، وما ذكرش الاسم باش يلعب مع غريم تقليدي للنجم الرياضي الساحلي. الغريم التقليدي خلينا نقوله هو ما ينجم كان يكون الترجي الرياضي. من بعد صفحات منسوبه للنجم الرياضي الساحلي حكيت على انه اللاعب اللي قاعد يتفاوض معه حاليا الترجي الرياضي هو محمد الحاج محمود. حتى كي نجي نشوفوا في التصريح نتاعو محمد الحاج محمود البارح بعد نهايه مباراه منتخبنا ضد المنتخب النمساوي، المقابله اللي فات بهزيمه منتخبنا هدف لصفر، منفاش صحيح ما اكدش، لكن ما نفاش ماناش نحكيو على لهنا، نحكي ما نفاش عاوتوا للبطوله التونسيه. ولهنا رانا ماناش نحكيو على ملاعب مثلا فانت كارير عمره 32 33 سنه باش نقولوا والله يعني ملاعبي وين باش يمشي في العمر هذا، ما باش يرجع للبطوله التونسيه. نحكيو على ملاعبي تقريبا عمره 26 سنه، يعني نجم يكمل في اوروبا. يقول القائل يجبدوا له على البطوله التونسيه، يقول لك مازلت نفكر القدام، وما يلوموا حتى حد، لانه الملاعبيه في الاعمار هذيا وقت اللي يسالوهم زعما تنجم نراوك في البطوله التونسيه، اكيد حتى كي يقول لا مازلت نخزر المستقبلي في اوروبا، الناس الكل تتفهم الشيء هذا، وخاصة رداءة ومستوى بطولتنا لهنا. محمد الحاج محمود منفاش صحيح ما اكدتش، لكن منفاش عودته للبطولة التونسية. خلينا نسمع ايش قال وبعد نرجعوا عدنا ما نحكيو. ان شاء الله يا رب. عامل زيك شفنا خرجت من اللوكان وين لعب زي؟ والله ما زلت ما خرجتش ان شاء الله ما زلت ان شاء الله. فما عروض بكيت؟ اي بيان سير ان شاء الله ربي يسهل ان شاء الله. كم جمعة تونس باش تقعد في العروض؟ والله ما زلت ما خرجتش ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. كيما سمعنا مع بعضنا اللاعب منفاش عودته للبطولة به تقريبا اكثر فريق قادر انه يقنع ملاعبيه وقادر انه يتفاوض معاهم. ولهنا نحكي على الملاعبيه التوانسه الكونفيرمي، الملاعبيه اللي مازالوا قادرين باش ينشطوا في اوروبا، اعمارهم بين 25 26 27 سنه. هو الترجي الرياضي دليل انه تفاوض مع حمزه رفيع، وقاعدين نشوفوا المستويات الكبيره اللي قاعد يقدم فيها محمد الدراجر. سامحوني كان قاب قوسين يا وادنا انه باش يتعاقد مع النادي الافريقي بتليفون، غير الوجهه نتاعو من بعد ينجح ما ينجحش، هذيك موضوع اخر. الموضوع نتاعنا انه الترجي الرياضي قادر انه يقنع، واكثر فريق حاليا قادر انه يقنع الملاعبيه التوانسه اللي ينشطوا في اوروبا باش يرجعوا ويلعبوا في البطوله التونسيه. خلينا نرجعوا لنجيب المجريسي ونقراوا مع بعضنا شنو يكتب في صفحته الرسميه على الفيسبوك. الخيانه حين ينسى اللاعب من صنعه في عالم كرة قدم. الوفاء أصبح عملة نادرة. لاعب بدأ من الصفر، احتضنه فريق، صبر عليه في لحظات ضعفه، علمه، رباه ومنحه فرصة الظهور. جمهور وقف معه وصفق له حتى في أسوأ أيام. ولكن حين اشتد عوده وحان وقت رد الجميل، اختار الطريق الأسهل وهو المال. ليس المشكل في الاحتراف ولا في تحسين الظروف، المشكل في الوجهة. كيف للاعب أن ينسى تاريخه؟ كيف له أن يختار الفريق الذي كان بالأمس خصما واليوم يصبح وجهته؟ هذه ليست مجرد صدفة، هذه طعنة في الذاكرة. وحين تختار المال على الكرامة فأنت لا تتطور، أنت فقط تنكشف. واليوم ربما
سيحمل قميصا جديدا، لكن مهما فعل سيبقى في أعين من صنعوه مجرد لاعب بلا وفاء. مع كل احتراماتي لنجيب المجريسي، مع كل احتراماتي لجماهير النجم الرياضي الساحلي، لكن بصراحة في الظرف الحالي لو الحاج محمود كان ابن النادي الافريقي مثال، ومشي احترف في اوروبا والترجي الرياضي تفاوض مع، نقولوا مثال شهاب العبيدي، يعني شهاب العبيدي وكي يلعب في ماديرا البرتغالي، لو الترجي الرياضي يتفاوض معاه جمهور النادي الافريقي والصحفيين والاعلاميين المنسوبين للنادي الافريقي وقت اللي يتكلموا الكلام هذا نمشي معاك، لانه النادي الافريقي حاليا ممكن مش قادر باش يعطي راتب يقدمه الترجي الرياضي، لكن ينجم يقرب. الترجي الرياضي مثلا قادر باش يعطي 100 مليون لملاعبي، النادي الافريقي ينجم يعطي 60، ينجم يعمل مضاعف قوه ويعطي 70، وقتها لهنا ينجم يتحكي الكلام هذايا ونحكيو على الفلوس ونحكيو على الخيانه ونحكيو على طعنا في الظهر. لكن النجم الرياضي الساحلي اكثر ملاعبي معلم راهو يخلص الاتوال تقريبا 10 ملايين، وما همش قاعدين يخلصوا فيهم الملاعبيه. النجم الرياضي الساحلي مسال في 105 مليارات، النجم الرياضي الساحلي السنة يلزموا أقل قليل يدفع 5 مليارات، ما عادش نحكيو باش يشارك في مسابقة إفريقية، يدفع 5 مليارات باش يشارك في البطولة، لأنه لو يتطبق القانون النجم الرياضي الساحلي ينزل هذا بالقانون. لكن احنا نعرفوا في تونس جمعية كبيرة كما قال نصر الدين بالمختار الله يرحمه، جمعية كبيرة ما تطيحش، ولهنا الكلام ماهوش موجه للنجم الساحلي كجمعية كبيرة، موجه للأندية التونسية الكبيرة الكل، جمعية كبيرة ما تطيحش كما قال نصر الدين بن مختار. وهذاك علاش النجم الساحلي لو كان ما يدفعش الخمسة مليارات باش نلقاوه نتواجد في الرابطة الأولى، على خاطر جمعية كبيرة. يعني أنت بجاه ربي محمد الحاج محمود تتوقع مثلا الترجي الرياضي باش يعطيه قل قليل 100 مليون؟ نسمع في بعض الارقام ولو انها ما يشي ارقام مؤكده، الحاج محمود بين البريم سينياتير وبين لي سالير وكذا ثم 2 مليارات ونص. تتوقع انت النجم الساحلي ينجم يعطيه 2 مليارات ونص وهو القانون ما يسمحلوش باش يلعب وينزلوا من الرابطه الاولى لو كان ما يدفعش 5 مليارات؟ يعني الاتوال تتصور كان جات عنده توا 5 مليارات باش يمشي يتفاوض مع الحاج محمود باش ما يمشيش للترجي الرياضي، ما هو الاولى انه يدفعها. والله لهنا لو كان مثال النجم الرياضي الساحلي ادخل في مفاوضات مع اللاعب وهو اختار الترجي الرياضي نمشي معاه. النجم الساحلي ما دخلش في مفاوضات، وحتى لو كان النجم الساحلي باش يدخل في مفاوضات قداش قادر باش يعطيه؟ هو فريق توا يبقبق ومش قادر باش يخلص الملاعبيه نتاعو بالمنطق. تتصور انت الاتوال اليوم لو كان يتفاوض مع الحاج محمود قادر باش يعطيه 100 مليون؟ ما يقول لك خويا ود الجمعيه، يا دي ما ود الجمعيه، مع الجمعيه عطيتني 100 مليون وانت تحب تعطيني مثلا 5 ملايين ولا 7 ملايين، تقولي انت مثلا ود الجمعيه. ومن بعد شني باش ملاعبي بصفه عامه راهو نحن ملاعبي من بعد وقت اللي تطيح بيه ماهوش يلقى الجمعيه على خاطر هو ولده، باش نكونوا واضحين. ولهنا مانيش نحكي على الاتوال، نحكي على جميع الانديه. راهو كيفاش باش يقولوها، الملاعبي ما عادش فيه طميعه بيت الرزق من الاخر وعلى الاخر. لا تحكي لي لا تقول لي لا ولد جمعيه ولا هم يحزنون. النجم الرياضي الساحلي الكلام هدايا ممكن كان يتسمع لو كان اول شيء قدم عارض الحاج محمود، الكلام هذايا كان يتسمع لحكاه نجيب المجريسي وجماهير النجم الساحلي لو النجم الساحلي جاء في الوضعيه اللي هو يلزم يكون فيها نمشي معاك. اما انه الجمعيه الموسم الحالي كملت الثامنه ولا قديه ولا التاسعه، ولو كان البطوله مازالوا فيها 5 و6 جولات على المنوال اللي يكمل به البطوله راهو يلعب على تفادي النزول، ما عندوش المبلغ ومستقبله غامض، ويجي ملاعبي من اوروبا يقول لك انا نمشي للنجم الساحلي نخلص في شهر العشر نتاع الترجي ومن بعد نقعد عام ما نجمش نخلص العشر اللي قادر الترجي باش يعطيهولي. لان بالطبيعه مانيش نحكي على عشر، نحكي على المبلغ الكامل اللي باش يقدمه له الترجي الرياضي. هذا فيما يخص الكلام اللي تحكيه على الخيانه. نجيو حاليا للاعب باختصار. كي تشوف حمزه رفيعه والمستوى الكبير اللي قاعد يقدم فيه، وقلنا راهو رفيعه تحطوا ملعبيه كورجيه في وسط الملعب راهو قادر باش يزيد يبرز اكثر من اللي قاعد يبرز تو. ملاعبي ذكي برشا، ملاعبي كماله،
ملاعبي ماهوش حمزه رفيعه تو، ولو انه تحس هاز وسط الملعب تاع الترجي، لكن وقت اللي يجي لاعب في قيمه الحاج محمود، واحد من الناس نتبع فيه في الملخص فاش قاعد يقدم مع جمعيته لوغانو في سامحوني في سويسرا. اللاعب انا شفناه ضد النمس البارح هبط شويه، تحس عنده امكانيات في المستوى هذاك، ملاعبي بلغتنا احنا يلعب بالجرينتا والروح الانتصاريه على المريول اللي لابسه. يعني الثنائي ممكن يكون اكثر من ممتاز بهو وحمزه رفيعه، وقبيله نسبه كبيره برشا ماهوش باش يكون موجود في الترجي الرياضي. وهذا كان على لسان شكري الواعر، لكن بما انه مازال ما خربش مع الفريق الليبي يعني كل شيء وارد. يعني محمد الحاج محمود، حمزه رفيعه، وقبيله ثلاثي في وسط ميدان الترجي قادر يقدم برشا. تحس انه حمزه رفيعه مع محمد الحاج محمود نفس تقريبا البروفيل، ما همش ياكل رقم 10 زوز ملاعبيه رقم 8. يعني الترجي الرياضي بالزوز ملاعبيه هذوما قادر انه يقدم موسم ممتاز الموسم المقبل في رابطه الابطال الافريقيه. هذه اخر اخبار الترجي الرياضي في ختام الحلقه. نجموا كان نقولوا حظ موفق الترجي، حظ موفق لمنتخبنا. تحية تونس، عيش تونس، كنا تونس، والسلام.